بسم الله الرحمن الرحيم. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. هذا ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات
والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.